الجدل اللي نايض مؤخرا على الناشطة ابتسام بسبب إهانتها الله خصوصا والإسلام عامة خلق نقاش كبير في المجتمع المغربي. واش هاد الشيء كيدخل في حرية التعبير ولا تعدى الحدود ومشى في إهانة المعتقدات؟ الحرية كاينة ومضمونة وكل واحد عنده الحق يعبر على راسه، ولكن المشكل كيبدا ملي كيولي التعبير سخرية واستهزاء من شي معتقد كيقدسو ملايين الناس. هنا الحرية كتفقد قيمتها وكتولي إهانة. اللي وقع في هذه الحالة ما كانش فعل موفق، بالعكس زاد صب الزيت على النار وخلى بزاف ديال الناس يحسوا بالإساءة، وبدل ما يفتح نقاش عقلاني سد الأبواب وخلق غضب واسع. اليوم وسائل التواصل كتضخم أي حاجة، كلمة ولا صورة ممكن تولي نقاش وطني، وهنا المسؤولية كبيرة. قبل ما ننشر شي محتوى خاصني نسول راسي واش الهدف النقاش والبناء ولا مجرد استفزاز وجلب الانتباه. أنا مع حرية التعبير، ولكن كذلك مع احترام العقيدة والدين. حتى لو ما كنتيش كتفق معاهم تقدر تنتقد وتختلف، ولكن في احترام وبلا ما تجرح. ما يمكنش تمشي المجتمع وتجي وتعاير ليهم او تسب ليهم المعتقدات ديالهم وتقول لا انا من حقي نعبر ومن حقي ننتقد. لا اسمح لي، هنايا كتقلل الاحترام. السؤال المطروح هو فين خاصنا نحطوا الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام المعتقد.